4 وصفات هتقدري تحضريهم في اقل من ساعة وتحتفظي بيهم في تلاجتك وهتملي كمان بيهم سفرتك. تابعوا معايا الفيديو للاخر لان حقيقي اللي هيعدي الفيديو دوت فايته كتير قوي، وانا قلت لكم بقى وماليش دعوة. ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول وصفه معايا هتجيبي 3 فصوص من الثوم، ملح وفلفل اسود وعلبه زبادي صغيره وكمان معلقتين كبار من المايونيز. هتعصري عليهم ليمونه كبيره كده كويسه عشان الليمونه هنا هتديني طعم حلو، وهتقلبي كل المكونات دي مع بعض. في الوقت دوت ببقى محضره بتنجانيه صغيره، بس النهارده انا البتنجانيه دي مش قليها في الزيت، انا قليتها في الاير فراير لان انا عايزه اعمل طبق سلطه يكون صحي. كمان العيش الشامي اللي معايا دوت محمصاه برده في الاير فراير، وتبتدي ان انت تضيفي كله على بعض وتقلبيهم تقليبتين كده. تجيبي العلب بتاعتك علشان تحفظيها في التلاجة، وزي ما قلت لكم انواع السلطات اللي هنعملها النهارده تقدري ان انت تحتفظي بيها في التلاجة لمده اسبوع. بس هقول لكم بشرط واحد في اخر الفيديو ايه هو. هتضيفي بقى رشه كده من الجرجير والعيش المحمص. وتعالوا ندخل على الوصفه اللي بعد كده. بصلايه صغيره تكوني مقطعاها بالشكل ده، ويا ريت البصلايه اللي تستخدميها تكون اللي هي البصل الاحمر. ربع كوبايه ميه، معلقتين كبار من الخل، وتسيبيهم لمده 15 دقيقه. هتجيبي بقى فلفل اسود وكمان ملح، وهنا كتري الفلفل الاسود شويه، معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت، وكمان هتضيفي عليهم معلقه صغيره من عسل النحل. ما عنديش يا نشوى عسل نحل، اعمل ايه؟ ولا يهمك خالص، ضيفي معلقه صغيره من السكر. هتدوبي العسل مع شويه البهارات الحلوه دي، وهنا بنكون صفينا البصل، وتضيفي البصل مع التوابل وتقلبي تقلبتين. طيب انا النهارده بقول لكم استخدموا عسل نحل لان هي دي الطريقه الاصليه. كمان بتكوني محضره ربع كيلو من الفاصوليا الخضراء، سلقاها 3/4 تسويه، انا مش عايزه تسويه كامله. قلبي تقلبتين. وعايزه اقولك ان نوع السلطه دي بيتباع في محل مشهور جدا، مش عايزه اقول على اسمه، اكيد انتوا عارفينه. علب بتاعتك الحلوه، والنوع ده بالذات كل ما تسيبيه في التتبيله كل ما يديكي طعم اكتر، يعني كل بقى ما قعدتي يوم 2 3 كل ما اكلتيه وطعمه كان حلو. ندخل على الوصفه اللي بعد كده. علبه زبادي صغيره، عليها معلقه من الزعتر الجاف. الزعتر الجاف طبعا متوفر وموجود عند العطار. ملح وفلفل اسود، وكمان معلقتين كبار من المايونيز. فلفلايه تكون ملونه كده ومقطعه قطع صغيره. زيتون، وكمان هضيف معلقتين كبار من الذره الحلوه. الذره الحلوه موجوده في شركه بسمه، ودي تعتبر من ارخص الشركات اللي بتبيع الذره. الحقيقه انا لفيت وشفت اسعار كتير، بس بسمه انا مش بعمل دعايه والله لشركه بسمه، بس انا لقيتها ان هي ارخص الاسعار وكمان جوده كويسه. هتجيبي كمان 100 جرام من المكرونه، والمكرونه هنا برضو انا عايزاها 3/4 تسويه، وتقلبي تقلبتين وعملتي احلى سلطه مكرونه. واقول لكم بقى على فكره حلوه جات لي كده وانا قاعده، قلت ايه يعني يا نشوى لما تجيبي كمان علبه تونه وتروحي مفضياها على الطبق ده هتبقى حلوه جدا. رشه زعتر من فوق الوش. وتعالوا ندخل على الوصفه اللي بعد كده، وتعتبر اخر وصفه معايا. بجيب معلقتين كبار من الزيت وليمونه تكون حلوه كده وكبيره شويه. هتضيفي اليوم كمان نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه من العسل النحل، وزي ما قلت لكم في الاول تقدروا تستبدلوه بالسكر. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ما تزودوش الملح. دايما السلطات بيكون ملحها خفيف، او ممكن تستغنوا عن الملح خالص وتضيفوا للي عايز. في الوقت ده كمان بعد ما بدوب كل المكونات مع بعضها ببقى محضره ربع كيلو من البنجر، سلقاه سلق كامل. بعد ما بسلقه بقشره بسيبه لحد ما يهدى ويبرد واقشره، وبعدين اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، مكعبات تكون كبيره شويه. سلطه البنجر كل ما هتسيبيها كل ما هتاكلي طعم خطير جدا. في الوقت دوت انا مش هقدر اقول لكم انهي سلطه من النوع ده انا حبيتها، الحقيقه الاربعه احلى من بعض، بس عشان تحتفظي بيها في التلاجة لمده اسبوع واكتر لازم لما تيجي تاخدي منها تكوني حريصه المعلقه تكون نظيفه، وما تاكليش منها اكل مباشر، تاخدي في طبق خارجي لوحده علشان تقدري ان انت تحتفظي بيها لاطول فتره ممكنه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير، وقولي لها تسلم ايدك يا نشوتي، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.